نعمل بقى شويه قرص طريه للولاد كده يفطروا بيها بجد خطيره. اول حاجه عندي هنا هحط كوبايتين ونص من الميه الدافيه، عليهم معلقتين كبار من الخميره، كيسين من الفانيليا، كوب من السكر، وكوب من السمنه على زيت، تقدري تستخدميها سمنه بس، كمان معلقه كبيره من الخل. وهبدا زي ما انتم شايفين ادوب ده كويس قوي. وبعد كده هنخل هنا كيلو من الدقيق بالشكل ده، وعليه كمان رشه من الملح، وهبدا كمان احط حوالي كده كيس بيكنج باودر كامل زي ما انتم شايفين كده. وهبدا هنا احط حوالي بس معلقه صغيره كده من اي اطعمه انت حباها، شمر او ينسون او كمون. حابه تستغني عن الخطوه دي براحتك. هبدا بقى هنا اعجن القرص بتاعتنا، عايزاها تكون عجينه طريه لينه زي ما انتم شايفين كده خالص. هبدا هنا بدون تخمير بدون اي حاجه. هبدا هنا عندي الصاج زي ما انتم شايفين مدهون دهنه بالماده الدهنيه، وبعد كده هبدا هنا اشكل القرص بتاعتي بالشكل ده. حجم بقى القرصه هنا زي ما انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك خالص. عموما هنا ايه اللي هنخلصه تشكيل، هنبدا نغطيه جنبنا عشان يبدا ان هو يرتفع ويختمر قبل ما يخش الفرن. دي اول واحده اشتغلت فيها كانت اختمرت. هنبدا بقى هنا نسوي القرص بتاعتنا على درجه حراره عاليه، على درجه حراره 200. اول ما تخرج معانا ويكون لونها جميل بالشكل ده لازم نغطي القرص عشان تفضل طريه معانا لحد ما تبرد خالص. زي ما انتم شايفين كده طالعه معانا قد ايه طريه وهشه من جوه، وبجد خطيره واجمل من اللي بتيجي من بره بكتير. شوفي انت بتجيبي الواحده بس من بره بكام، اعمليها للولاد هتعجبهم جدا ان شاء الله. ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو.